يا السلام عليكم. نبلش الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. يا شلونكم؟ شخباركم؟ اشتياقنا الدائم اللي ما جاي يخلص وما جاي ينتهي. ونبلش هوية البيض اللي كل شوية اسوي له طاول واحد من الصباحيات. هذا اليوم صادف عندي عطلة. قبلها بيوم نظفت غرفتي واشتغلت هم شوية بالاستقبال وباقي الشغل. قلت يعني اقعد الصبح وابلش اشتغله، لانه بهذا اليوم صادف انه اقاربنا راح يجون لبيتنا، بيت خالي. صار لهم هواي ما جايين، واحنا يعني كنا كلش فرحانين بجيتهم، لان احنا ما عندنا بس هالخال. يعني امي عندها اخ، وعندها كانت والدتها واختها. فوالدتها واختها توفن، الله يرحمهن يا رب برحمته الواسعة. فما ظل لها هي هو بس خالي، فاحنا ما عندنا بس هالخال. اي والله. فبيومها كنا مسوين شلون الاستعداد، قاعدين من الغبشة من الغبشة. جيت على الاستقبال أكمل الشغل اللي ما كملته قبل بيوم. لأن قبل بيوم ورجعت من دوامي، اشتغلت وعزلت لحد ما بطاريتي خلصت، بعد ما قدرت. جيت يعني ثاني يوم من الغبشة بلشت أسوي لحد ما صفيت الاستقبال كلها، والتخم نكته وكنست القاعية. أمي مطلعة فخاذ طبعا، لأن هم على طلبهم. خالي كل شي يحب الزوري، قال نريد زوري. وقلنا يعني أولادهم صغار، هم بالإعدادية، ما يحبون الزوري. فقالوا نريد يعني فخاد دجاج على التمة. أمي راحت جابت زوري من سوق البياع، الكيلو ب9,000. شنو سببها؟ ليش؟ حاسب هي بالقوة ب8,000 دينار. جابت يعني كمية، وهذا ميزي الجميل الجديد. كان بعده يعني ما منظفته ولا ماسحته ولا مسويته قبل بيوم، يعني حطيناه بالمطبخ. فايش سويت؟ جبت عيني الوصلة الجديدة المبللة، قلت خل امسحه وانظفه وارتبه واحط عليه فاكهة، حتى يعني شكله يصير حلو هيجي. فحطيت هنا فواكه وكملتها. امي هم عاجنة من الصبح، يعني عجنت وراحت للسوق. رجعت العجين اختمر، ما عجنت هواي، عجنت على قد اليوم، لأن ثاني يوم همات الخواتر راح يجين، فقالت حتى نخبز حار بحار. وهنا أنا بلشت تشنق بالعجين. وهذا خبز ست مرائد الشهير يابه عيني. اليوم يريدون يسمعوا صوتك، دوم يقول خلي امك تسلم علينا، يقول لنا شو اسمه، اعطيك بنوته تقول انا ام وابويا ميتين، واطلع امي طلع ابوك، انا احس يذكروني بيهم. ان شاء الله كل احنا اهلها، ولا يعني ما تحس ان شاء الله اهلها ماكو، وانا احبهم والله المتابعين. اي امي تقرا تعليقاتكم كلها ان شاء الله. هم يلين جاي يدعوا لي ان شاء الله، الله يوفقهم. اي والله تقول انا والله تصير صحتي زينه، تقول من يدعوا لي ويخليهم المتابعين ان شاء الله يا رب، ويحقق كل ما يتمنونه ان شاء الله يا رب. وطبعا وجبات الشاي اللي ما تنتهي كل شوية. احنا مو تقولون يعني جاينا خطار، لا، احنا اللي موجودين بالبيت خطار. كل شوية شاي وأكل. قبلها بيوم رايحة المخابز باب الآغا ومسوقة عيني معجنات وكل شي. قلت حتى يعني ما حد يضل بنفسه شي، أي شي يعجبهم ياكلون. وصفيتهن كلهن على الكاونتر وخليتهن بهيج شكل. وبعدين جيت اكتشفت انه هنا فوق الطباخ صاير اكو دهن، يعني ما شاء الله تعرفون الولد من يقلون يسووها ثعويلة. اي ومرات ينسون يفتحون الساحبة. يعني انا من قاعدة البيت لا يعني انتبه على هيجي امور، بس من نداوم بعد ما سيطر. اي فاش سويت؟ جبت جلافة هيجي بشكل بسيط بسرعة يتنظف هو. جلفته بشكل بسيط مباشرة، جبت الوصلة وهم مسحته، وهم جبت كلينس مال المطبخ وبلشت انشف بيه حتى ما يبقى اي اثر. يعني انا وامشي امسح بيها. وتعرفون لان سيراميك جديد لازم اعتني بيه بالبداية. اي وهنا انا هاي افخاذ مال دجاج ذبح. امي قالت راح اطبخها، خليت مي التمن على النار، قلت اسوي تمن بزل اسوي لونين. وطلعت القور الجديد عيني. هذا القور الجديد جبناه من الشارجة، قلت حتى اسوي بيه شاي جديد. خالي يحب الشاي الثخين كلش كلش، فقلت عيني اخليه من وقت على النار واحط له هيل وعلى المهدارة وعلى الناصي. جيت هنا التمن، مي التمن فار، خليته وامي بلشت تخبز.
شو المية طالعة. الله نفخت. الله استوت. تشيت هذا تشيت. شوف تشيت هذا تشيت. خوش خبز. الله الله. آخر وحدة كملت. خلصنا. هنا التمن بعد ما بزلته يعني سويته بزل. جبت دهن جنة، يعني أنا دهن جنة بالمناسبات والعزايم أحب أشتغل بيه. حمست معجون. احنا دائما التمن الأحمر نسوي يعني تطبيق، هم يصير بزل. مرات بالمطاعم يسووه هيجي، يحمسون معجون. خليت شوية لون بصرة مطحونة ودارسين مطحون، وكهرباء كانت ماكو حتى أطحن هيل، ما كان عندي هيل مطحون، قلت بعدين أدير. وخليت التمن اوكي، وقلبت تقليب خفيف حتى ما ينمرد، وبقي على المهدارة على راحته. اجت وطنية هنا، طحنت شوية هيل، رشيت لي فوق، قلبت تقليب بسيط، بقيته على التهدير. هذا التمن الأحمر كمل. الوجبة الثانية من التمن رجعتها بالجدر، حمست على صفحة بصل وخليت كشمش، لأن هو التمن هذا اللي بينون بصرة يطيب الكشمش. واستغليت فرصة إنه عندنا يعني جايين خضار، لأن عندي أخوي ما يحب الكشمش. خليت نوم بصرة، هاي الحشوة دريتها على هذا التمن وقلبته وعلى التهدير. هو من يتهدر يتماسك ويصير طعمه يجنن. وبالنسبة للتمن الأحمر يعني أعرف أكو هواي ناس يقولون مو هيش طريقته، أنا أطبخه تهدير، بس مرات هماتين هيك يسوون، إنه يبزلوه على صفحة ويحمسون معجون. مرات يحمسون شعرية، يعني بصل وشعرية ومعجون، يخففوا بشوية مي حتى شلون تقولون تصير مثل الصلصة، والتمن يبقون حبايته واقفة. فمن يخلوه يعني ناس تتماسك ويا ناس هيجي. بس أنا لا، يعني سيطرت عليه، أسيطر عليه، أظل أقلبه بخفة إيدي حتى ما ينمرد. وأمي طلعت برا نظفت الزوري، والتمن كملته بعدها يعني على النار يتهدر. وجيت هنا لبست دشداشتي الجميلة الجديدة، طبعا يعني ما لحقت يعني أجففه وهاي، فخليت حجاب على راسي، الدنيا باردة. اي ونزلت. أمي سوت ملحت الزوري وخلت له كركم، وأخوي أطلع البريمز برا حتى ما تصير دخان جوه، برا نقلي. وقلى الزوري عيني. أنا هنا ايش سويت؟ قلت خلي أحضر زلاطة. هاي الخضرة غسلتها غسل زين، و ايش يسمونه خس اي، شيف الطماطم أصابع، نارنج، بصل أخضر، ليمون عراقي، هم نومي عراقي. دزيت أخويا جاب لي بطالة لبن، وجاب روبة اللي ما كان عندنا. اي هي كان ناقصها طرشي بصراحة، بس ما حد راح وجاب لنا طرشي من السوق. وأمي هماتين يعني تكبس وتوزع فما كان اكو طرشي. لحق بين ما يستوي الزوري وهاي
حتى نبلش نصوب يعني. وأنا ما صورت طبتهم ولا صورت قعدتهم، لأن بصراحة أحترم يعني خصوصيتهم. مو كل الناس أكيد تحب التصوير. أنا بالنسبة لي أصور خواتي، أهلي، عائلتي، هيجي. هواي يجونا خطار بس أنا ما أصورهم، يعني بس أصور الروتين مالتي وهيج. وهذا الزوري أخوي جاي يقلبي برا، حتى هاي فخات الدجاج طلعت طاوة برا وقلت خلي أقليهم برا حتى ما يصير دخان جوه أبد. قليتهن وكملتهن. وهذا الزوري هم كمل وصار بهيج شكل. ترش عليه سماق، أخوي قال لي لا، هم ما يحب السماق، فقال حطي السماق على صفحة، اللي يحب يحط وياكل. هنا أنا اجيت أصوب، اكتشفت اكتشاف إنه أنا عندي صواني ستيل والله العظيم مشترية يمكن 10، يعني ظالة بس وحدة ما أدري 2. شنو سببها؟ ليش إنه أنا أوزع أكل مرات وأمي توزع أكل، فمن ننطي الصينية تروح بعد ما ترجع. فاكتشفت إنه ماكو صواني، ما هن مو موجودات. مرات أمي مثلا تروح القرايبنا فتاخذ صوغة أو شي بصينية، فالصينية بعد ما ترجعها وياها. عندي بلمين، عندي مواعين يعني، بس شلون تقولون لين راح أصب هواي فأشكالها مختلفة. أردت شي متشابه. هم إن شاء الله فد يوم من أتسوق أجيب لي مثلا بلامة أو بس هو يعني بالصواني هيجي أحسه شكله حلو يصير طيب وبطعم. أي هذا شوفوا، هذا عندي بلم صبيت بيها ماتين بهيج شكل. وسوب هم مال دجاج صبيت، وحسب يعني مثلا التمن الأحمر قسم خليت عليه دجاج وقسم بدون دجاج، للي يريد ياكل يعني سمك ويا تمن أحمر، أو اللي يريد ياكل سمك مو سمك زوري ويا ذاك التمن. وأخويا صاب شاي وجيت هنا أريد أغسل مواعين وأصفيها. بنت خالي تكفلت بالمواعين الله يعطيها العافية. بنت خالي يعني هي مو كبيرة، فقلتها باتي يمش عندك رايحة؟ قالت والله على حكيت ويا خالي قنعته، قال يلا تمام. أخوها كان ما جاي، ثاني يوم اجا وهم باتي يمني. والله وصارت لمة حلوة وهيجي. ونريد كنا نترحم اللي ماتوا تحت الأنقاض بسوريا وبتركيا، وندعي بالشفاء يا ربي للناس اللي تضرروا. وشوفوا هو يقول الجرح ما يواجع إلا صاحبه. هم الله يعينهم، الله يعين أهاليهم. فأريد أقول هم السابقون ونحن اللاحقون. وبصراحة أنا ما أتابع أخبار، أروح لدوامي، أرجع لو أشتغل شوي وألف راسي وأنام. وإذا عندي وقت أقعد أشتغل مونتاج. الله وكيلكم مصورة فيديوهات يمكن بال5 فيديوهات ما جاي لحق أشتغلها مونتاج. والمتابعين القدامى يعرفون إنه أنا فيديوهاتي مسجلة، يعني قديمة مو جديدة. يعني هذا الفيديو هسه اللي أنتوا جاي تشوفوه صح اليوم جاي أسجل عليه، لكن أنا مصورته قبل أسبوع. أوكي. فصديقتي جاي تسولف قالت أكو عائلة كاملة كلهم يعني بهذا الزلزال راحوا تحت الأنقاض. تصدقون إذا أقول لكم أنا بيني وبين نفسي أفكر أقول أنا ما أريد مثلا أنا أبقى عايشة ويموت لي شخص عزيز وغالي وأني أنتهي وراه أو أنا أتأذى وراه. هيجي أنا أفكر، لأن هي الأذية مو باللي يروح بس، لا، باللي راح يتركهم وراه. هي هاي الأذية. الله يجعل مثواهم الجنة، والله يصبر الناس اللي بقوا وراهم يا رب العالمين. وهنا أنا سويت معون معجنات، بلشت أسوي فواكه. ما كان أكو يعني فكرة معينة ببالي، بس قلت خل أسوي مواعين أكثر من معون وأوزع. هنا أنا زوجة خالي عجبتها المعجنات كلش، قالت أنا ولا مرة رايحة الباب الآغا. قلت لها كلش قريب على بيتنا، يعني مسافة ربع ساعة 3 ساعة بالسيارة. فقنعنا خالي، قال تمام يلا، على أساس ياخذهم. قالوا تعالي ويانا على الواهز. قلت لهم والله العظيم أنا البارحة كنت بباب الآغا، وتعرفون أنا من الصبح للعصر على فرة، فمن أقعد عطلة وأشتغل بعد ما بي حيل أطلع. بس هم شلون تقولون سووا لي واهس يلا على الواهس ونروح سوية ونرجع يعني يرجعونا للبيت. قلت لهم هادي الله يلا ما يخالف. حتى ما لحقت ألبس هاي صايتي، بسرعة لبستها وجبت جزداني، حطيت حجابي على راسي وانطلقنا توكلنا على الله. ويا سبحان الله انكتبت لي روحتين المخابز باب الآغا، اللي هو أنا مرة واحدة رايحة الباب الآغا وصادفت المرة الثانية، وهاي 3 مرة بحياتي كلها. وحتى بيومها ما اشتريت أي شيء، أنا مسوقة كل شيء قبل بيوم، وحتى ما صورت
لقطاته هواي، لأن قبلها بيوم أنا مصورة فيديو كامل، وما شاء الله صادف يوم جمعة. هاي قبل أسبوع من رحنا. ما أحكي لكم يعني نريد نمشي خطوتين ما نقدر، العربانة نريد ندفعها ما نقدر من الازدحام. ما شاء الله ما شاء الله، الله يرزقهم يا ربي. غير نقعد احنا ما نقعد، ذبونا يم السوق. بنت خالي قالت أريد أشتري كم شغلة، فجينا شفنا دشاديش، قالت راح أخذ دشداشة. فقلت لها شنو رأيك نطقم سوية نشتري نفس اللون؟ قالت تمام. أنا لو تبقى عليها أخذ ذيك الزرقاء، بس هي اختارت هذا اللون، هذا ذوقها، وأنا هم ما عندي هيش لون. قلت يلا ماكو إشكال. هاي الوحدة ب10,000، اشترينا 2. رجعنا للبيت، صليت بيومها، طلبت دليفري يعني بعد خلص بصراحة ما أقدر أشتغل وأوقف وأقلي وأسوي، وهم لي بنت خالي موجودة. مرات هيجي لما وهيجي قاعدة ما تتعوض، يعني شلون تقولون من عطلة لعطلة. هاي مو عندي تطبيق طلباتي، ومرات تطبيق على السريع، تطبيق توترز. من أطلب لهم بالدوام فينطوني للمحفظة، يعطوني أشياء إضافية أو يعطوني خصومات. يعني مثلا ذاك اليوم طلبت لهم بالدوام أكثر من شخص طلبوا الحساب 30,000، كان المطعم مسوي خصم 50% وخدمة توصيل مجانية، فالحساب كله صار 15,000. هيك تخيلوا أنا طلبت لهم كوم أشياء. فأنا من أطلب أكثر مرة تصير عندي نقاط، هاي النقاط أقدر أستخدمها بغير مرة للطلب. فأنا أحب أطلب بصراحة، بس بالبيت ما يسوون واهس ياكلون قلبي. عندي أخوي ما يحب أكل الورة، وأكل قلبنا أكل. لفة البرجر هاي ايش قدودها ومو طيبة، وأنا ما أريد، وبعد لا تحسبون حسابي. قامت أمي قالت له طاوة طماطة وبرجر مال البيت. هسه احنا والله العظيم عجبنا وطيب، بس هو أكل قلبنا أكل. وبيومها جيت سويتهم هيجي هاي عود معجنات وكرزات وجاي أسوي أجواء، بس احنا تعبنا بصراحة وشبعنا بعد ما نقدر، هيك بس أخذنا لقطة ولبسنا دشاديشنا التوأم. وثاني يوم هماتين كان عندنا يوم كلش حلو، وصورنا أشياء هواية. فنلتقي بالفيديو الجاي إن شاء الله. كلش أحبكم، الله يحفظكم، مع ألف سلامة، باي باي.